خلصنا بقى كلامنا عن النادي الاهلي، نخش الناحيه الثانيه على الفريق اللي في العنايه المركزه وعلى الاجهزه، فريق نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي عنده مشاكل لا حصر لها، عنده مشاكل ماديه، عنده ازمات في الفريق، عنده كمان المدرب بتاعه مش عارفين هو ماشي ولا قاعد، معهمش فلوس يمشوه. فنادي الزمالك عنده الثلاث ماتشات الجايين من نار لازم يكسبهم عشان يؤمن على الاجهزه اللي في العنايه المركزه ويقول للدوري انا رجعت تاني نادي الزمالك بكل الازمات بكل حاجه. فهل نادي الزمالك هيقدر يعمل ده؟ خلينا نتكلم شويه عن نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي في اخر 3 ماتشات في الدوري متعادل 2 وخسران 1، والثلاث ماتشات بنفس السيناريو بيتعاد هو اكننا في فيلم الف مبروك. بينزل الماتش ضاغط ومعاه الكوره، بيسجل هدف الاول وبعديها يقرر انه يسيب الكوره للفريق اللي قدامه، اذا كان فريق الجونه او الاهلي او غزل المحله، والفريق اللي قدامه بيبدا يهاجمه يسجل فيه جون زي ما حصل قدام الجونه او حصل قدام غزل المحله او حصل قدام النادي الاهلي اللي هو جاب الجون ودخل جاب الجون الثاني. وده اللي خلى نادي الزمالك في اخر 3 ماتشات يفقد 7 نقط كاملين. فالمدير الفني نادي الزمالك يانيك فيريرا عليه علامات استفهام. اي تعثر في اي ماتش من الماتشات الجايه بنسبه 100% هيتم اقالته وهيطير من تدريب نادي الزمالك. هتقول لي يا باشا هيكونوا الزمالك ازاي ده انتوا معكوش فلوس والكلام ده كله؟ اقول لك لازم يتصرف. انت عندك يا باشا الماتشين الجايين في الكونفدراليه هتلاعب فريق صومالي المفروض تكسبه مستريح، وهتلعب الماتشين في مصر، بعديها هترجع على اقوى اختبار بالنسبه ليانيك فيريرا، ماتش البنك الاهلي قدام المدير الفني السابق لنادي الزمالك كابتن ايمن الرمادي. البنك الاهلي فريق مش سهل، البنك الاهلي اللي عنده نجوم ممكن كاسامي يبقى اقوى كمان اللي موجودين في نادي الزمالك. فانت